السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ في الأول كده كل سنة وانتم طيبين. أنا طالع النهاردة عشان آسف إن أنا طالع أنكد عليكم، بس كلامي النهاردة علشان أخينا المحنك اللي بيشجع ميسي وهو قدوته المثلى يعني، وهو أكتر حاجة في الدنيا بيحبها. طالع النهاردة نقول له كلمتين كده ولازم يسمعني، لازم يسمعني لآخر الفيديو. عنوان الفيديو: كلاسيكو على أرض تل أبيب. هو فعلا كلاسيكو على ارض تل ابيب، والكلام ده فعلا صح، واساطير ريال مدريد وبرشلونه الان على ارض تل ابيب، على ملعب له مفيد، في مباراه بين اساطير ريال مدريد وبرشلونه، وهتبقى في مباراه كلاسيكيه بين الفرقتين. المباراه دي هيحضرها حوالي 30,000 مشجع. معرفش ليه هم اختاروا في الوقت ده بالذات عشان يعكننوا ويعكروا صفو الناس الفلسطينيين، وفي العيد الاضحى ينكدوا عليهم، ربنا ينكد عليهم هم واللي بيشجعهم، اللي انا بنقول لك بيسمي نفسه سيد معزة. جه اتكلم، ولما تيجي تكلمه يقول لك لا ازاي ده انا بشجع، مالناش دعوه السياسه، مالهاش دعوه بالكوره. طب ازاي دلوقتي بقى السياسه ليها دخل بالكوره؟ ازاي بقت اللعيبه ديت في الوقت ده بالذات رايحين يلعبوا مباراه مش رسميه، مباراه استعراضيه في تل ابيب، جوه في تل ابيب نفسه؟ ايه الفكره في كده؟ حضرتك ممكن تجاوبني في الكومنتات، اكتب لي كده الكومنت بتاعك، واكتب لي الفكر بتاعك لما بتيجي تشجع ميسي، ولما نيجي نكلمك ونقول لك ميسي او كريستيانو تقول لي لا مالناش دعوه، ميسي يهودي بس انا بنحب لعبه، مالناش دعوه بالسياسه، اللي دخل السياسه في الكوره، وكانك انت عالم في كره القدم. انا جاي النهارده نوجه لك رساله: شجع بس بلاش تعصب، بلاش تتعصب قوي للناس دي، تتفرج وانت ساكت. النهارده لو اتفرجت على الكلاسيكو دوت هتلاقيه من تل ابيب من جوه، يعني بيقول لك ولا كيان لاسرائيل. ما بقاش في حاجه اسمها الكيان الاسرائيلي، بقت جمهوريه اسرائيل، وما بقاش في حاجه اسمها فلسطين خلاص. الكلاسيكو بقى بيضم مين النهارده؟ ناس من اساطيرنا احنا، من الناس اللي احنا كنا بندعمهم والناس اللي احنا كنا بنحبهم، بالنسبه لنا كانوا اساطير في كره القدم. رونالدينو رقم واحد، معاه ريفالدو، ديكو، رونالدو دي ريو، معاه سيدورف، وحارس مرمى ريال مدريد، واللي دلوقتي سفير لنادي ريال مدريد، هو مش هيقف في حراسه المرمى، وحراسه المرمى بتاع ريال مدريد هيبقى لوجاي، لكن اللي موجود كاسياس كسفير. انا مش عارف اكمل الحلقه للامانه، انا عارف الحلقه دي هتتشال، ولو جابت تفاعلات عاليه، ولو جابت ريتش عالي، عارف ان اليوتيوب هيحذفها، لان بالنسبه له دي عنصريه. ولكن انا مضطر ان انا اكمل الحلقه، وان شاء الله هنكملها، وباذن الله لو فشلت على اليوتيوب هنعملها على البيج بتاعي ان شاء الله. لويس فيجو معاهم، كل اللعيبه الجمال دول معاهم، اللعيبه اللي احنا كنا بالنسبه لنا يعني ناس نقيه، ناس محترمه، مالهاش دعوه بالسياسه، مالهاش دعوه باي حاجه في الدنيا غير لعب كره القدم ومتعه كره القدم. النهارده بنشوفهم هم رايحين يلعبوا في تل ابيب جوه في اسرائيل نفسها. طب ليه؟ مش عارف ايه الحكمه في كده، برضو مش عارف اشمعنى التوقيت ده بالذات زي ما قلت لكم، مش عارف. يمكن هو تنكيل على الشعب الفلسطيني، يمكن هو عكننه، وان احنا يعني قادرين نعملوا اي حاجه بالنسبه لاسرائيل بنعملوها. في النهايه طبعا نتمنى ان احنا كلنا نقف ايد واحده، يا ريت نقف ايد واحده، يعني بلاش نتفرج على الناس دي كتير قوي، بلاش ندعم الناس دي كتير قوي، بلاش نبقى احنا السبورت بتاعهم. بلاش لما حد يجي يكلمك عن ميسي تتحمق قوي يعني، بلاش اي حد يكلمك عن ريال مدريد مثلا وبرشلونه تتحمق قوي. اه انا بحب ريال مدريد وحاطط صورته هنا، كريال مدريد كمنظومه، لكن كلاعب لا. منظومه ريال مدريد هي اللي وديتهم الكيان الصهيوني. اه انا معاك، بس انا مش متعصب ابدا. يعني انت لو تيجي تبص كده مثلا، عندك بايرن ميونخ وعندك ريال مدريد، اصغر حاجه ريال مدريد، انا بحب لعبه ريال مدريد، بس مش متعصب لريال مدريد، انا متعصب لده، غير كده مش متعصب لحد. النادي اللي من بلدي. هتقول لي ما عندناش كوره، يا سيدي ما عندناش كوره، خليك انت في الاحتراف بتاعك، وفي الدماغ بتاعتك الكبيره قوي، وفي الحرفنه بتاعتك، وان انت نجم التشجيع اللي في العالم كله، وانت الوحيد اللي بتفهم كوره، عشان كده بتتابع الدوريات الاوروبيه. طب اراهنك قسما بالله ان انت تبقى عارف مين اصلا اللي انشا برشلونه، او معنى علم البروجلانا بتاعه.
الموضوع كله باختصار بسيط ان احنا بنمشي وبنقلده وخلاص. وهو ده اللي احنا فالحين فيه. لكن ان انت تعمل حاجه جديده وان انت مثلا تقول لا اعترض، لا، صعب عليك، ما ينفعش. انت لازم تفضل تقلد صاحبك فلان اللي بيشجع ريال مدريد وبيحب فلان في ريال مدريد. انا اعرف لعيبه كتير في ريال مدريد وبرشلونه بس مش متعصب ليهم، اعرف بس مش حافظهم. لكن النادي الاهلي اقول لك مين انشا النادي الاهلي. النادي الاهلي اتبنى سنه كام، يوم كام، شهر كام. يقول لك رؤساء النادي الاهلي بالترتيب. هو ده التعصب. لما اللعيب بنادي الاهلي مثلا يتعب زي بوتريكا مثلا او يتهاجم عليه، بنزعل. عماد متعب بنزعل، محمد شريف بنزعل، كل اللعيبه دي بنزعل. من اول كابتن علاء ميهوب اللي حضره بنزعل، كابتن صالح سليم بنزعل، كابتن حلمي زموره الزمالك بنزعل، حازم امام بنزعل، عبد الحليم علي بنزعل. كل دول الناس دي بنتعصب لها. لكن في النهايه ما بنتعصبش لواحد يهودي. وما تقوليش السياسه مالهاش دعوه بالكوره بعد النهارده. سياسه وكوره بقوا واحد. بلاش ان انت تقعد تحور بقى وتجيب معاني للكلام وتختلف بقى في الكلمات والحوارات والكلام ده كله عشان تبين ان انت فاهم يعني. اتمنى ان احنا بلاش تعصب. زي ما قلت لكم بلاش نرفع قيمه الناس دي زياده عن اللزوم. الناس دي مهما كان لعيبه كوره، مش معجزه، مش عالم يعني. في ناس كتير تانية متاكل حقها بسبب الناس دي. بنتمنى تكون الرساله وصلت.